واش فراسك بلي ممكن تحول 150 درهم ل 600 درهم بدون مهاره من الانترنت، سواء كتستعمل التليفون ديالك ولا بيسي؟ ما عندكش المشكل. الا بغيتي تعلم الطريقه باش تربح بحال هاد الفلوس هادو من خدمه واحده في النهار ولا في يومين على حسب الطريقه اللي غتطبق بها هاد الشرح هذا. في هاد الفيديو غنشارك معاك جميع المعلومات، خصوصا الناس المبتدئين في مجال ديال الربح اللي كيبغيو يحققوا ارباح من شي حاجه وما عندهمش خبره. غنوريك كيفاش تبيع وتشري في الخدمات اللي الناس اخرين تيقدموها. ماشي تنقول لك متابعين ولا دروب شيبينغ، لا، تبع معايا الفيديو غنوريك كيفاش غتدخل سواء 200 ولا 500 ولا حتى 1000 درهم من الفلوس. خاصك ضروري تكون عندك واحد 50 من 50 حتى 100 درهم باش تربح قد هكا ديال الفلوس. ما غاديش نقول لك مواقع ديال الاستثمار، ما عليك غير تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعلم الطريقه باش تدخل هاد الفلوس ان شاء الله بدون مهاره، والشرح غيكون عملي. ولا بغيتي تشارك في الدعم اللي دايرين في هذا رمضان هذا، الربح ديال الدولارات كنوزع دولارات في الباي بال. ما كانش عندك باي بال تنصيفطها لك روشارج. بغيتي تشارك ما عليك غير تخلي التعليق ديالك في هذا الفيديو هذا، خلي التعليق ديالك وبارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء وخلي لنا لايك وتكون مشترك في القناه باش تكون عندك الحظ ان شاء الله تربح دولارات توزيع، سواء كان عندك باير ولا كان عندك باي بال ولا ما عندكش كنصيفط عليك روشارج. داكشي حقيقه الاخوان ماشي نصب واحتيال ولا شي حاجه، داكشي الله سبحانه وتعالى شاهد وانا صايم الاخوان. دابا يلا نشرح لكم الطريقه ديال العمل هاد المواقع هادو اللي غنخدموا فيهم ونربحوا فيهم هاد الفلوس بدون مهاره. دوزر الشرح دابا على بركه الله. الطريقه اللي قلت لكم من 50 درهم ولا 100 درهم غتحولها ل 700 درهم، راه ماشي كذوبه الاخوان والله الا بصح، ولكن خصك تخدم عقلك حيت الانترنت كلها فلوس. تبع معايا هذا الفيديو هذا حيت غنعطيك اسرار ديال اللي كيستخدموها المحترفين في المجال ديال الربح من الانترنت. اجي معايا الموقع ديال مستقل، الرابط ديالو غتلقاه في صندوق الوصف ولا تكتبها مستقل في جوجل، ولا غتلقى الرابط ديالو في صندوق الوصف هو موقع خمسات. دابا انا جيت كندور في المشاريع اللي كاينه ملي كدير تسجل، ملي كتسجل في الموقع، انا مسجله هي الصوره ديال الاخوان، مسجل في الموقع ديال خمسات وديال مستقل. شوف معايا هنا الميزانيه كيعطيك من 5000 حتى ل 50 دولار. قال لك هنا متوسط العرض، ملي تبغي تقدم العرض متوسط العرض هو 75 دولار اللي هي 750 درهم. 750 درهم شحال غتكون عندك انت ديال الارباح فيها الا قدمتي لهاد السيد قبلك باش تصاوب ليه هاد الخدمه هادي. انا غنوريك كيفاش غتصيفط الطلب وكل شيء. الا قبلك غتربح انت 500 ولا 600 درهم على الخدمه، ما هاز ما حاط، غير تبع معايا وخدم لي عقلك مزيان مزيان. كنجيو دابا هنا شوف موقع خمسات. دابا انا مثلا دخلت لعند هذا قال لك انشاء متجر على منصه سله. منصه سله الا درنا مثلا شوف هي باش الناس اللي ما عارفينش ولا هذه غنديروا منصه سله هنايا في جوجل وغنبحثوا عليها غنلقاوها باللي راه تتبني بحال المنصه ديال هي هذه كتبني عليها متاجر الكترونيه مزيان. جينا هنا دابا الموقع ديال خمسات. شوف حنا الخدمه هنا ما غنصاوبوها، ما هو كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، غادي ناخذوا حنا المعلومات ديال السيد غنعطيوهم للسيد هنايا غيصاوب لينا. ملي غيسالي غناخذوا عاوتاني معلومات من هنا غنحطوهم للسيد هنا وغنتخلصوا. شكون اللي غيضمن لك انت هذا السيد هنا وشكون اللي غيضمن لك هذا السيد هنا؟ هو الموقع ديال المستقل. هاد الناس اللي كيفيريفيو المواقع ديال الحسابات ديالهم هنا تيفيريفيوهم بلا كارت ناسيونال ديالهم. انا براسي مفيريفيهم بلا كارت ناسيونال. اذا ما عندكش مناش تخاف من غرام ديال المشكل ما كاينش. هنا جيت كتبت انشاء متجر الكتروني على منصه سله. شوفوا معايا مزيان هنايا كيطلع لي هذا السيد كيصاوب متجر ب 15 دولار، هذا ب 10 دولار. نقولوا حنا سيدي هذا اللي ب 15 دولار ياك هذا غيصاوبوا 15 دولار. الا نقصناها من 75 تقريبا هي من 70 دولار، حيت واحد 5 دولار كديها الموقع ديالها كتخلص من عندك وكتخلص حتى من عند العميل. على سبيل المثال نقول سيدي حنايا غادي نربحوا من هذا الشيء كامل، غادي نربحوا منه تقريبا 500 درهم. شايط عليك انت 500 درهم ما هز ما حاط. وماشي غير هذا المشروع اللي كاين، الا درجينا لتصفح المشاريع. شوف معايا تصفح المشاريع هنا كيطلعوا لك مشاريع هنا. انت اشنو كدير؟ مثلا شتي شي مشروع عجبك مثلا، شوف تصميم السوشيال ميديا، كتجي كتنسخ غير السميه ديال سميتو من هنا مثلا نسخ فحال ما هكا. كتجي الموقع ديال خمسات كدير في صندوق البحث عاوتاني تصميم السوشيال ميديا وتيعطيك هنا الناس تصميم اعلانات السوشيال ميديا. شوف كيبداو من 15 دولار ل 10 دولار. وهنايا شحال باش غيكون مثلا ندخلوا لهذا شحال غيكون كيخلص مثلا كيخلص من 25 حتى ل 50 دولار. متوسط العرض هو 25 دولار. اذا من هذا مثلا الا شريتي ب 10 دولار غتشات لك انت واحد 100 درهم ما هاز ما حط في هذا العرض هذا. كيفاش كتقدم العرض؟ كتدخل اي عرض هنا كتكتب التفاصيل، كتقرا مزيان اشنو قالك. ابحث
ابحث عن مستقل لتصميم فيسبوك لمطعم مشويات بشكل عصري وجذاب المهم كتقرا مزيان هادشي وكتكتب ليه انت اشنو كدير. وانا قال التنفيذ في الوقت المطلوب. هنا الوقت المطلوب كتشوف انت يجب اضافه 3 اعمال سابقه. المهم هنايا كتشوف انت الوقت المطلوب هو هذا التنفيذ هو يومين شتي يومين. انت كتقول ليه شوف انا غنصوب لك هادشي في نهار بثمن مزيان وكدير السعر. هنا مده التسليمه هي كدير مثلا نهار ولا يومين. هنا القيمه العرض كدير مثلا $25 ضروري خصك دير $25. المستحقات شوف مستحقاتك هي هذه هي $20 $5 كيديوهم. هادشي اللي غتربح انت مزيان. دابا تفاهمنا على كيفاش غتلقى المشاريع. حنا مثلا جينا بغينا ندخلوا عند هذا السيد تصميم منشورات على سبيل المثال غنجي نتواصل معاه قبل ما نشري الخدمه. كتجي كتواصل تواصل هو مثلا هذا السيد اللي كتبيع هذه الخدمه ملي كتلقى شوف ملي تبغي تشري شي خدمه من هذا الموقع قال لك ضمان 100%. اعرف كيف انا نضمن نعرف كيف نضمن حقوقك ضامن 100%. ملي كتلقى هذه العلامه ديال الهويه موثوقه. شوف الهويه موثقه الهويه اذا بلا كارت ناسيونال كتواصل معها كتقول لها المعلومات كتعطيها المعلومات. مثلا كتزيد ابحث عن مستقله كتشوف كتقول انا بغيت تصميم كذا كذا بحال انت اللي مول هذه الخدمه كتعطيها لهاد السيده كدير لها تواصل. هنا كتكليكي على تواصل كتكتب لها المحتوى ديال الرساله. هنا كتكليكي على هاد العلامات كدير ارسال رساله وكترد عليك باللي راه غنبقاو نصاوب لك ولا ما غاديش نصاوب لك وكتخلص. انت قلت لك راه فابور الا بغيتي نشرح لكم هذا الشيء هذا كامل بلي ديطاي واخا غياخذ ديال الوقت بزاف. انا كنظن انا اصلا شرحت لكم كل شيء. المهم الا بغيتي نشرح لكم بلي ديطاي مزيان كيفاش كتلقاو مشاريع هنايا وتعطيهم هنا نتوما كتفهموا والو كتبقى غير تصيفط اشنو هي خدمتك. قابلين ملي يلوح شي واحد شي عرض هنا كتلوح ليه العرض باللي انا غنصاوب لك. ملي كيقول لك اوكي صوب لي انت كتهز كتعطي للسيد اللي غيصاوب لك في موقع 5 ب10 ولا ب20 ولا $15 وانت كتربح 500 ولا 600 درهم ديالك في اليوم بدون معاناه. وكنتمنى ان شاء الله الاخوان تشتركوا في القناه باش غنعطيكم افكار واعرين بزاف. ودير لايك الا كنتي استفدتي وما تخلي لنا تعليق. وبسلامه ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.